كرة عالية في نص الملعب. أكرم توفيق من أعلى نقطة وأنت مغمض كده قول أكرم. يطلع الكرة على طول ويبقى اللي بيعمل الأمامية الطويلة جنش. يرد أكرم توفيق مرة تانية ما شاء الله 3 رئات بل 4. أكرم توفيق وادي لاما كولين. أكرم توفيق والله بيلعبها حلوة عند لاما كولين مضغوط عليه من عادل جمعة. يا ولد يا عادل جمعة لكن في ده وسط 5 6 لاعبين يقطع مين؟ أكرم توفيق. وادي امام لنادي امبي. استلام من اكرم توفيق بدأ ياخد الشجاعة والجرأة. اكرم توفيق بدأ يزيد على خط منطقة الجزاء. وادي العرضية من نار الانجولي. عشان كده لازم نبقى اسرع ادي اكرم توفيق بيغير الملعب على طول في اليمين عند عمر رجب. يسند مرة تانية عند طاهر اللي بالشجاعة كريم. اكرم توفيق بفدائية يا ولد يا اكرم يلعب لطاهر. طاهر عدى من واحد انجولا. ادي اكرم توفيق يرجع كورته على طول لعمر رجب. هل اكرم راعي يتدخل واكرم توفيق وحذاري يا اكرم حذار فين بينياتك يلا دون انتظار الصافره. ادي اكرم توفيق لاعب انبي انذار مجاني ومبكر جدا لاكرم توفيق خاصه ان اكرم لاعب وسط مدافع واحيانا بيتطلب دوره في الملعب انه يبقى صاحب تدخلات نوعا ما يعني في منتخب الانجولا. النقل سريعه محاوله من هناك من جانب محمد او 31 هنا اكرم توفيق. تدخل اللي كان لعبد الحميد سامي. اخر دقيقتين. الركله الرابعه ايطاليا تضيعها عن طريق جراسيانو بيلي المهاجم الايطالي. وجوليان دراكسلر يحرز لالمانيا الهدف او الركله الرابعه. اصبحت النتيجه تعادل 2 مع ركلات الترجيح في النهائي المبكر في دور ربع النهائي لليورو 2016 بين الألمان والطليان. إذا الركلة الخامسة بس مع توقف. ادي احمد توفيق عفوا اكرم توفيق اتلعبت على طول. ملوده اللي جاي ناحيه اليمين عايز يعدي لكن فين يحط رجله على طول. ملوده عايز